تعالوا بقى النهاردة نشوف العزومة بتاعتنا دي عملناها ازاي، وعملنا ايه فيها بقى تجهيزات كده من بالليل عشان تسهلي على نفسك امورك تاني يوم، ما تبقاش حاجات كتير عليكي تعمليها. اول حاجة كده مسكنا اللحمة المفرومة وعصرناها. دي بقى لزوم الصواني اللي احنا هنعملها. تعصجيها ازاي بقى؟ اطعم تعصيج وتحسي بطعم رهيب، طعم المحلات. هي الطريقة ديت. تجيبي شوية معلقتين السمنة حسب الكمية، يا معلقة يا معلقتين، وتروحي منزلة عليهم اللحمة، وتكوني ضاربة البصل بتاعك، وتكوني ضاربة فلفل، ده كان فلفل ألوان مش طماطم، وتحطي ده كده كله على بعضه. دي كده بقى تعصيجة ني في ني، بس بتديكي طعم زي العسل. التوابل بقى اللي هتنزليها: ملح وفلفل أسمر وكمون وكزبرة. كده تمام كده، خلاص هنغطي عليها وخلصنا من التعصيب. الحلة بقى اللي جنبها دي كانت لحمة، قلت اديها برضو كده غلوتين من بالليل، بحيث تاني يوم تبقى برضو الامور سهلة معايا. هنعمل هنا بقى، هنسبك تسبيكتين، واحدة للمحشي والتانية للخضار. بتاعت المحشي بقى بتحب كده البصل كتير. حطينا بقى كده معلقة من السمنة، والحلة التانية فيها معلقة من الدهن وشوية زيت، ومعلقة من السمنة وشوية زيت. اوعي تكوني نسيتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتركي لي في القناة وتفعلي زر الجرس، وهتعملي لي لايك حلو عشان الفيديو ده ان شاء الله هيعجبك جدا وهتطلعي منه مستفيدة. حطينا الطماطم بعد ما ضربناها، نزلناها على البصل، يدوبك البصل دبل بس. حطينا الطماطم وحطينا عليه ملح، شوية ملح وشوية فلفل أسمر. نيجي بقى ليك الحلة التانية، ننزل برضو شوية بصل كده ونبتدي نقلبهم. برضو ما نخليش البصل بتاعنا يحمر، بحيث ان اكلنا كله يبقى خفيف في خفيف. اللحمة بتاعتنا لسه بتتشوح اهيت. نشفت الحلة، نزلت باللحمة، لما تبتدي تنشف ميتها خالص ولونها يتغير، انزل عليها بالمية السخنة. الصينية دي فيها ايه؟ فيها خضرة وفيها رز، ونزلت عليها بالتسبيكة بتاعة المحشي. يا ترى هتحشي لنا ايه النهاردة؟ انا النهاردة هحشي بس كده محاشي جنب الصواني. هعمل ورق عنب. طيب ده ورق العنب دوت بيبقى متعب جدا، واللف بتاعه كمان بياخد وقت وغلبة. لا تعالي بقى اقولك ازاي تلفيه. لو قدامك 2-3 كيلو ورق عنب هتقدري تعمليه بسرعة رهيبة جدا. تجيبي الصينية بتاعتك وتفردي، تمليها كلها ورق عنب، تفرديه، وبعد كده توزعي الرز كله فيه. وبعد ما توزعي الرز فيه تبتدي اللي انت تبرميه وتلفيه بالشكل ده. طب ليه بنعمل كده؟ شايفين المية اللي نازلة دي؟ انت كده بتعصري الصابع بتاعك بيبقى ناشف، لو استوى منك ما يتنفخش، يفضل زي ما انت كده عاملاه، وفي نفس الوقت طريقة سريعة جدا. جربيها كده وما تنسيش الدعاء لاختك حبيبتك. يبقى احنا كده هنعمل صواني ايه؟ مكرونة وجلاش، وعملنا كمان تسبيكة للبسلة، سوينا اللحمة. الفراخ برضو ان شاء الله هجيب لكم التتبيلة بتاعتها، تتبليها وتشيليها برضو من التتبيلة لتاني يوم، يا دوبك ترصيها في الصينية وتحطيها في الفرن تتشوي. يبقى انت كده سهلتي على نفسك كتير. هو اليوم اللي قبل العزومة اللي هتتعبي فيه، انما يوم العزومة ده هيبقى تعب، بس هيبقى خفيف، تعب تسوية الاكل بس. جبت الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده، او الصاج بتاعي، وابتدي احط الفراخ بتاعتي. طب يا ترى انت متبله الفراخ دي بايه؟ ده كده بقى احنا بقينا تاني يوم. انا تبلت الفراخ بتاعتي، حطيت في الكبة او في الخلاط، حطيت طماطم وبصل وفلفل وكمون وكزبرة وفلفل اسمر. طبعا الفلفل الاولاني ده فلفل الوان المتاح عندك، او فلفل حراق برضو المتاح عندك. تبتدي تنزلي بالبهارات بتاعتك، لو عندك بهارات فراخ او حابه تشتريها اشتريها وحطيها زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. كنت نقعاها في التتبيله دي من بالليل، رخرة ادتني طعم رهيب. اعذروني بقى اللي انا ما قدرتش اللي انا اصور الاكل ده لما استوى.
ليه بقى؟ انتوا عارفين لما بيجيلك حد وبتبقي انت بقى يعني ايه بتلفي كده حوالين نفسك، عايزة تجهزي ده وتجهزي ده، وبتبقي متلخفنة. فانا ده اللي نساني اللي انا اصور لكم الاكل لما استوى. لكن هي الطريقة وازاي تحضري وازاي تلفي، طبعا ده اهم كتير كتير. طبعا السوا انت بتدخلي حاجتك الفرن بتطلع زي الفل، تسوي حاجتك على البوتاجاز بتطلع زي الفل. بقيت التتبيلة بقى رحت رشاها كده على الوش زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى اغلفها بورق ألمونيوم وادخله على فرن يكون سخون جدا، تاخد غلوتين وهي متغطية. بعد كده شيلي الورق الألمونيوم، تبتدي تتشوي معاكي وتبقى زي العسل. يبقى لو عندك اللي انت عزومة تقدري تجهزي لها من بالليل، تقدري تشتري حاجتك وتجهزي وتعملي كل حاجتك ويا دوبك تاني يوم على السوا بس. ولو هتعملي بقى عصاير، لو هتعملي حاجة حلوة حلويات، انت برضو سهلتي على نفسك كتير. هبتدي بقى اغلف زي ما انتوا شايفين كده، اغلف الصاج بتاعي او الصينية، وابتدي ادخله الفرن زي ما انا قلت لكم. دي افكار من افكار العزومات، تقدري تستغني عن حاجة، تقدري تزودي حاجات، برضو الحاجة دي متاحة ليكي اللي انت تعمليها. بسم الله ما شاء الله. وكمان عملت كفتة الحاتي، وكمان عملت جلاش طبعا للمفروم اللي احنا كنا عاملينه. عملت جلاش زي ما انتوا شايفين كده رول، بيبقى حلو جدا، شكله بيبقى جميل، طريقته بتبقى سهلة، وبيبقى حلو جدا جدا في التقديم. جربيه غير الطريقة المعتادة اللي احنا بنعملها. الفيديو ده بقى مجمع لكم فيه، انا ما نزلت لكمش حاجة في رمضان خالص، لكن حبيت في الفيديو ده اللي انا اجمع لكم كذا اكلة كده في قلب الفيديو، يعني لعل وعسى تستفيدي ان شاء الله منها، او تاخدي فكرة من الافكار دي وتعمليها باذن الله. تجيبي 3 ورقات وتروحي حاطة اللحمة المعصجة زي ما انتي شايفاني كده، تقدري تحطي بدل اللحمة جبن، تقدري تحطي فراخ، وتلفيها كده رول وترصيها جنب بعضها. وبعد ما تلفيها وترصيها تبتدي اللي انت تقطعيها المقاس اللي انت عايزاه، دي حاجة بقى متاحة بتاعتك انت. كل 3 ورقات ببتدي اعمل فيهم كده، لو عايزة ارفع من كده خلي ورقتين برضو في ايديكي، لكن كده حلو قوي ومظبوط. بقول لكم الرول هيتقطع على 4 صوابع، بيرمي معاكي حلو جدا على فكرة، يعني جايز اكتر من اللي بتعمليه مربع. اهو بتقيسي بقى وتعملي حاجتك كده، شايفة ما شاء الله. ايه بقى التشريبة اللي انت بتسقيها له؟ عبارة عن طبعا الصينية دي كبيرة شوية، يبقى 2 كوباية لبن، بيضتين، فلفل اسمر، ملح. تبتدي اللي انت تضربيهم في بعض، تبتدي اللي انت تسقي الصاج بتاعك وتدخليه على درجة حرارة عالية. الفرن بتاعك سخن، تقدري بقى تدخلي الصواني دي بعد الفراخ، هتطلع معاكي زي الفل وبسرعة جدا لان الفرن بتاعي سخن، يبقى الحاجة هتستوي حلو جدا. اه قطعت الصواني بتاعتي اهيت، جبت 4 بيضات اهو ضربتهم في قلب اللبن، هبتدي اشربهم. بقلب المعلقة ليه؟ عشان ما تنزلش على رول معين، لا يبقى نازل توزيع متساوي على الكل، وابتدي اشربه كده زي ما انتوا شايفين. هعمل الصاجين كده زي بعض، الحتت البيضة دي بتبقى قشطة، سيبيها تديكي شكل حلو قوي في التحمير، وريحة وطعم برضو ممتاز جدا. ولو عندك قشطة كمان شايلاها ممكن تحطيها كمان على الخليط ده، تبقى حلوة قوي. تيجي بقى بالسكينة كده بحرف السكينة وتمشي على القطع اللي انت مقطعاها اهو. طيب ليه؟ عشان اخلي التشريبة بتاعتي دي تدخل في قلب الرولات من جوه.
اهو لو حاسة ان هي محتاجة تاني تتسقي تاني ببتدي اسقيها برضو تاني. الف هنا وشفا لكل اللي كان منها، وانتظروني في فيديو جديد، ومع السلامة.